لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا نسأل الله أن يرحم فقيدتنا برحمته الواسعة. اللهم ارحمها برحمتك التي وسعت كل شيء. آمين يا رب. أكرمها يا ربي بكرمك الواسع. اجعلها مع الأبرار في العليين، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. آمين. إنك في مقعد صدق يا مجيب يا مقتدر. آمين. ونسألك يا ربنا أن تحسن ختامنا أجمعين. آمين. ربنا توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. آمين. ونقول لأحبابنا ذوي الفضيلة جميعا: أعظم الله أجركم وغفر لميتتكم وأحسن عزاءكم. ونسأل الله تعالى أن يسكب في قلوبكم الصبر والرضا ويثيبكم ثواب الصابرين إن شاء الله تعالى. آمين. وحينما نحضر تعزية نتذكر أن هذا المصير سنصير كلنا إليه، وأن هذا الموت سيلحقنا جميعا. الله تعالى قال: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وفي آية أخرى قال تعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. فآية تقول الموت سيدرككم من خلفكم، وآية ستقول هو ملاقيكم. فمعنى ذلك لا مهرب من هذا الموت، لكن مشاكل الدنيا ومشاغلها وأهواؤها إلى آخره تنسينا هذه الحقيقة التي يجب ألا تغيب عن أذهاننا. أهم قضية في حياة الإنسان قضية الانتقال من الدنيا إلى الآخرة، وهذا الانتقال إنما دخول في مرحلة جديدة. الموت ليس إعداما ولا إفناء، ولكن الموت انتقال من الحياة الدنيا إلى حياة البرزخ، ثم بعد ذلك إلى يوم البعث والنشور للوقوف بين يدي الله تعالى للحساب. والحساب أيها الإخوة في ذاك اليوم في غاية الدقة. الحساب على الذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فأعمالنا أخواني كل مرصودة وكل مكتوبة. آية واحدة إذا كان الإنسان فكر فيها والله ستنضبط أموره كلها. آية واحدة قال تعالى في القرآن الكريم: وكل صغير وكبير مستطر. مستطر يعني مسجل. وربنا قال في آية أخرى: نعم هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فأي كلمة، أي عمل، أي مكان، أي جلسة جلسنا فيها كلها مسجلة علينا. ويقال لنا يوم القيامة لكل واحد: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فنحن إخواني نحن بأعمالنا نكتب كتبنا، بتصرفاتنا نكتب الكتاب الذي سنلقاه يوم القيامة. فمن أراد أن يلقى كتابا ويأخذه بيمينه عليه أن لا ينسى هذه الحفرة التي كلنا آيلون إليها. في مهرب من الحفرة؟ ما في مهرب. لذلك نسأل الله تعالى أن يحسن ختامنا وأن نكون غير نادمين على هذه الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة سأل سؤال، قال له: يا رسول الله من أفضل المؤمنين؟ شو الجواب؟ ما قال له أكثرهم حج وعمرة، أكثرهم صيام وقيام. قال: أفضل المؤمنين أحسنهم خلقا. فقيل له: من أكيسهم من الذكاء والكياسة والفطنة؟ نحن بنعرف أذكى واحد فينا هو الذي يعرف من أين تؤكل الكتف. هذا
بيتعارف الناس على المال، هذا بميلنا. النبي قال أكيس الناس أكثرهم للموت ذكرى وأكثرهم له استعدادا. لأن الموت ما له سن نظامي، إنما بيموت الواحد إلا بالعمر الفلاني، عم يموتوا شباب وكهوف وكبار وصغار. لذلك هنيئا لمن استعد لهذه اللحظة التي لا يغني عنك أحد في هذه الدنيا. سوف يستل الواحد من جسمه كله، ولا أحد يستطيع، لا هو ولا أحد من البشر يمكن أن يقدم